السلام عليكم. والله الفيديوهات من النوع ده انا ما قاعد اقدمها صراحه، لكن الليله مزاجي رايق وقلت اتكلم. يعني المشكله وين؟ يعني انا احسن من غيري في شنو يعني؟ صراحه اقدر اتكلم عن الناس والله انا ما قادر اجيب لكم كيف صراحه، لكن خليني اختصر عليكم بكلام كده بسيط. بالنسبه للناس اللي بتطلع في الميديا وبتجيب اي كلام، تقول اي كلام، اي انا والله ما داير اذكر زول اقول فلان الفلاني، ولا داير اخش في نقاشات مع ناس، لانه يعني انا ما بنزل لمستوى انه انا اخش مع ناس في نقاشات واحتكاكات وكلام فارغ، لكن بتكلم دائما في العموم يعني. تمام؟ انه وانا الجمله دي قاعد اكررها كثير في فيديوهاتي، انه انت يا خلق الله لو ما عندك محتوى احترم نفسك واكثر كاميرتك، اي كاميرتك سمحه واي حاجه، لكن ما في داعي انك تورينا لا يعني. تمام؟ بالنسبه للناس اللي بيقدموا محتوى اي كلام، يعني الواحد بس يمسك المايك التليفون يفتح الكاميرا ويهري اي كلام ولا لا 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 ويطلع. الدار اقول انه يعني في يوم من الايام بتموت، وكلنا بنموت، يعني ما في زول كده يعني غالب في الحياه. لكن اتذكر انه او يتغير انه بعد 5 سنة 6 سنة من وفاتك، في زول بيكون راجل كده بيتصفح الصفحة بتاعتك بالغلط، فبيلقى المحتويات اللي انت كنت بتقدمها زمان. فلو كنت بتقدم محتوى تافه، فصدقني انت بتخجل من الحته دي صراحه. انا والله عندي ناس كتار بعرفهم، ربنا يرحمهم ويولهم برحمته، كان بيقدموا محتويات او كانوا بيرفعوا يعني فيديوهات او يعني اي حاجه محتوى في الميديا في منصاتهم. فانا لما نفتح الصفحه بتاعت المتوفي ده بعد سنين، فبتخيل انه زول ده كان لما رفع المنشور ده كان هو فكر في شنو يعني. فالحاجه الثانيه، هل الحاجه اللي هو نشرها دي يعني بتفيده في الموت ده يعني، ولا ما بتفيده؟ لأنه كما قال: إذا مات ابن آدم انقطع عمله إلا من ثلاث، من ضمن الثلاثة ديل علم ينتفع به. فهل أنت في حياتك قدمت علم للناس تستفيد منه، ولا قدمت لهم محتوى تافه وشلت أنت ذنوب وشيلتهم هم ذنوب؟ وأي زول لو بعد 1000 سنة فتح المحتوى بتاعك ده أنت هتاخد ذنب يعني. فبس لما تيجي تنشر حاجة راعي إنه المنشور ده هيفضل حتى بعد ما أنت تموت. انا عارف انه الفيديو ده حيكون كئيب شويه، لكن دي حقائق الناس لازم تستصحبها معاه يعني. الليله انا متاكد